أحبابنا والله اسمعوا مني، اسمعوا من أخوكم، توجه إلى الله ولا تلتفت إلى الخلف. لا تلتفت لورا، لا تلتفت لدنيا. والله شهوة، يعني أنا والله بدي ألتزم، بدي أترك الشغلة الفلانية، اتركها. أنت تركت الرخيص إلى الثمين، تركت الحقير لأجل العظيم. المكسب معك، لك لا تلتفت لورا. كمان يا الله بيغار. أحبابنا الله غيور، بيغار. شلون متوجه إله وبعدين تلتفت لغيره؟ أنت ما بترضاها على حالك. إذا شخص أنت عم تحكي معه، إذا شخص أنت عم تحكي معه وأنت عم تحكي معه التفت لغيرك، ما بتنزعج؟ ما بتنزعج؟ بتقول لك يا أخي مو عم بحكي معك، ليش عم تلتفت لغيري؟ إيش مالك عايطيني اهتمام؟ فكيف الحال مع الله؟ انتبه والله، انتبه خطورة الأمر. الله ما بيريدك تلتفت لغيره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أحد الصحابة، قال له إياك والالتفات، فإنما في الالتفاتة هلكة. إياك تلتفت، إياك تلتفت عن الله، إياك تنشغل عن الله بشيء رخيص. الله غيور بغار. والغيرة أحبابنا هي من صفة الرجال. عكس الغيور ديوس، عكس الغيور ديوس. نحن بنقولها بالعامية. ايش بنقول بالعامية؟ بنقول بالعامية ابني على الرجل هذا صاحب نخوة، شهم، نخوة. بقول لك دمه بغلي على المحارم، على عرضه. هي صفة حميدة في الرجل، وهذه صفة من صفات الله. إذا أنت بتغار والله ما بيغار، يشوفك هتلتفت لغيره وتنشغل بغيره. لذلك أحبابنا إذا شفت ضنك في حياتك، ضنك في حياتك، ضيق في معيشتك، هم، ركبك هم، اعرف إنه الله بيحبك. عجل لك العقوبة في الدنيا حتى تسارع بالعودة إلى الله. معناته صار فيك خلل، انشغلت عنه، فأعطاك مثل ما بيقولوا قرصة إذن، إنذار أصفر. مشان إيش؟ ترجع تظبط أمورك. هي علامة إنه الله بده إياك. الله بده إياك ترجع له. لكن شلون بدي يرجعك؟ هيك. يا محلاها، مو يا محلاها؟ لذلك أحبابنا الموفق بيفهم على الله سبحانه وتعالى كيف بيتصرف مع عباده. إذا صار عليك مشاغل، راسا رجع للاستغفار، رجع للذكر. انتبه، شوف انت في شيء طاعة، في عبادة كنت تقوم فيها وتركتها، ارجع له. لأنه الإعراض عن الذكر، خصوصا الإعراض عن ذكر الله، إيش النتيجة؟ معيشة ضنك. زيك إذا حياتك ضنك ومعيشتك ضنك، وباشر فتش على حال قلبك مع الله. انت حاضر ولا غافل؟